مش معقولين بالمرة، مش ممكن ما فضيش تاريخ يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجه جمهور باسم النادي الاهلي. مش ممكن الشياطين الحمر مش ممكن على هذه الاسطورة الاهلاوية. اهلا بكل الاهلاوية وصواريخ حمراء جديدة في اسطورة اسمه النادي الاهلي. وش تنول النملة من شموخك يا جبل. في الحقيقة أنا كنت مجهز حلقة من البرنامج وكنت على وشك تحميلها للعرض خلاص، لكن فوجئت برسائل من أهلاوية كتير أحزنهم ما قاله أحد الصحفيين بحق مجلس إدارة الأهلي وجماهيره، فقررت على طول إني أأجل الحلقة الجاهزة وأجهز حلقة تانية استثنائية سريعة. والظاهر اننا مش هنلاحق نرد على المهاويس اللي بيهاجموا الاهلي ليل نهار، والظاهر كمان اننا هنحتاج لحلقات يومية مش اسبوعية. الاهلي اللي انشأ قناته في اغسطس 2008 يعني من 10 سنين، جه ناس بعده واشترط كام ساعة في قناة تتكلم باسم ناديهم. الناس دي سابت كل امور ناديها وانشغلت بس بالهجوم على الاهلي. طيب ذنب الاهلي ايه انه نادي كبير وعظيم وانت مش عارف تعمل ايه عشان تحصله؟ ولا هو كل واحد مش عارف يحصل الناجح فيكرس وقته وجهده لمحاولة الانتقاص من انجازات الناجح باي كلام فارغ؟ المهم اسمعوا الفقرة دي اللي جاي واحد يشتغل فيها واعظ، ولينا تعليق بعد ما تشوفوا الفيديو ده. في اسطورة اسمه النادي الاهلي. يا اخي والله مش عارف اقول للناس دي ايه. يعني حضرتك كنت شغال في الاهلي اللي كان سبب في اكل عيشك في فترة ما. طيب خليك وفي، خليك مخلص، قدر للنادي الاهلي ده. اعترافك بزملكاويتك مش عيب ولا غلط، لكن كنت تقدر تتكلم عن الاهلي وجماهيره بالطريقة دي وانت بتقبض مرتبك اخر الشهر من خزينة النادي؟ وبعدين انت النهاردة مع مين ضد مين؟ انت مع الزمالك اللي انت بتشجعه ولا انت مع تركي آل شيخ اللي انت عمال تدافع عنه لدرجة انك تشبه جماهير الاهلي ببني اسرائيل؟ هو انت لما تقول مش كل جماهير الاهلي وتشدد قوي على كلمة بعض جماهير الاهلي، ده هيكون سبب في ان الجماهير تقول لك اتفضل اغلط براحتك، اصل ما عليك بتتكلم عن البعض مش عن الكل. جماهير الاهلي لو ما كنتش تعرفها فهي ارقى جماهير واعظم جماهير لاعظم نادي في الكون. جماهير الاهلي هي اول من كونت رابطة لتشجيع الاهلي وعلمت غيرها ازاي يكون التشجيع المبتكر. وبعدها كانت جماهير الاهلي ضلع اساسي في تشجيع منتخب مصر مع حسن شحاتة، وكانوا سبب في حصول المنتخب على كاس افريقيا 2006. هتيجي حضرتك وتشبهها ببني اسرائيل اللي عبدوا العجل، يبقى حضرتك ولا مؤاخذة، انا بقول ولا مؤاخذة اهو، يعني مش شتام ولا بقذف الناس بالباطل زي حضرتك. وبعدين تعالى، ايه تاريخ حضرتك عشان تتكلم عن قامات بحجم الكابتن الخطيب؟ عارف يعني ايه الكابتن الخطيب؟ ايه تاريخ حضرتك عشان تتكلم عنه وعن باقي اعضاء مجلس الادارة وكل اسم فيهم له تاريخه قبل ما حضرتك تتعلم ازاي تمسك القلم؟ واذا كنت بتتكلم عن مبالغ دفعها السيد تركي للاهلي وكلها كانت في مواضع قانونية، فليه حضرتك ما تتكلمش عن 330 مليون جنيه دخلوا خزينة الزمالك؟ يا اخي شوف الكباتن حسن شحاتة وفاروق جعفر وحلمي طولان، ومن قبلهم الراحل الخلوق طه بصري وغيرهم كتير من الزملكاوية المحترمين، وكل الناس دي جزء واعمدة رئيسية من تاريخ الزمالك. شوف كانوا بيتكلموا عن الاهلي ازاي وما زالوا، وشوف ازاي بيقدروا وبيحترموا الاهلي وجماهيره. عموما معلش، هو ده قدر الزعيم والبطل، والناس عادة ما بتحدفش بالطوب غير الشجرة المثمرة. خليكم انتوا كده، مش قادرين تحصلوا الاهلي نازلين غلط فيه.
ده بالظبط زي اللي مش طايق يشتري عربية فيقعد يقول دي العربيات وحشة. ليه؟ لأنها بتستهلك بنزين. في النهاية أنا بقول لكل اللي بيهاجموا الأهلي كلمتين: وإيش تنول النملة من شموخك يا جبل؟ الله عليك يا أهلي يا صايبهم بالخبل. هيفضل نسرك طاير في السما عالي، وهم كل يوم هيزيدهم منك هبل على هبل. وعجبي في أسطورة اسمه النادي الأهلي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.